من غير سمنة ولا زبدة، وكمان من غير بيض ولا حليب. عملتلكوا كيكة الكافيهات بأبسط طريقة وأقل مكونات، بطبقة كيك اقتصادية بسكر وزيت وشوية مية. بس قبل ما ندخل على الطريقة والمقادير، سمعونا الصلاة على الحبيب ودعوة حلوة من القلب إن ربنا يشفيني ويعافيني وأقدر أستمر وأقدم لكم كل جديد يا أجمل متابعين. ولو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي ياسمين جنيدي، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ولو فعلا مطبخ ياسمين جنيدي بيقدم محتوى سهل وجميل، ياريت ما تبخلوش علينا بالاشتراك من على اليوتيوب، لأني مش هنجح ولا هستمر غير بدعمكم ليا. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في الأول هنبدأ بطبقة كيك اقتصادية اللي هنعملها مع بعض من المية، وممكن خالص لو حبيتي هتستبدل المية بحليب. معايا هنا كوباية إلا ربع من المية، هضيف لهم كمان ربع كوباية من الزيت، ولازم نوعية الزيت تكون حلوة كده ما يكونش ليها ريح، ونص كوباية من السكر، وكيس من الفانيليا. في سؤال بقى جاني من أحد المتابعين: انت ليه بتستخدمي الفانيليا مادام ما استخدمتيش في الوصفة بيض؟ أول حاجة، هو بيدي ريحة حلوة للكيك، وغير كده كمان بيديكي كده إشارة أثناء التسوية إن الكيكة بتاعتنا كده بدأت ترتفع وتخش في مرحلة التسوية. وغير كده كمان بنستخدم الفانيليا في أنواع كتيرة من الحلويات، وخصوصا الحلويات الشرقية زي البسبوسة كده والكناف. بالمضرب بقى أو بإيديا، وهدوب كويس المية مع السكر، وهضيف كوباية واحدة من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات لكل أنواع الكيكات، وكيس بيكنج باودر. وقبل ما انزل بيه شلت منه كده حوالي نص معلقة، وهقول لكم واحنا شغالين انا هعمل بيهم ايه. ومعلقة كبيرة كده هرمية من الكاكاو الخام، الكاكاو المر اللي هو للحلويات، وافضل نوع هو الكاكاو الاسبان. وبالمضرب كده بقى او حتى ايديا، وهقلب المكونات كلها مع بعضها لما الدقيق يمتزج كويس كده مع المواد السائل. وكوباية الدقيق كانت مقدار كافي جدا لضبط المكونات. ممكن بقى زي ما تحب تضيفيها كلها كده في صينية واحدة، بس يفضل انها تكون في اطباق فويل او طواجن الفخار، لان طبقة الكيك اللي احنا عملناها اقتصادية النهاردة طبعا ما فيهاش بيض، فالبيض ده عامل اساسي بيربط المكونات كلها مع بعضها، فعلشان كده طبقة الكيك بتحسها كده انها دايب، يعني ما بتبقاش متماسكة كده بالدرجة المطلوبة. ويعلم ربنا بقى لما بنزل لكم وصفة ببقى حابة كده ان انتوا لما تيجوا تنفذوها تطلعوا نتيجتها كده احلى مننا كمان. وطواجن الفخار دي بقى لا بمسحها بمادة دهنية ولا زيت، وبمجرد ما بنتهي من تحضيرها بصبها كده في الطواجن على طول، بضيف كده حوالي تلت الكمية، وحاول ما زودش عن كده لانها لسه هيتضاعف حجمها، وهنعمل لها طبقة تزيين من الكريم شانتيه. والكمية اللي انا عملتها دي بقى بتكفي الاربع افراد، يعني هتعمل معاك 4 طواجن فخار. هعمل لكم بقى طاجن خامس مكوناته كده بقى على قد شخص واحد بس، لو شخص حابب يعمله على قده هو بس، او كمان حبايبنا المغتربين ربنا يكتب سلامتهم يا رب، وحب يروقوا كده على نفسهم ويعملوا طاجن واحد على قده. في الاول كده هضيف معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقة صغيرة من الكاكاو الخام، او معلقة كبيرة كده تكون ممسوح. ولو لسه متابعين سمعونا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتفتكروا معايا ان احنا شيلنا نص معلقة صغيرة من الكيس بيكنج باودر، وده بقى وقت استخدامها هنعمل بيها الطاجن لوحدها. هضيف كمان كيس من الفانيليا، وهقلب بقى كده بالمعلقة كل المكونات مع بعضها. بمناسبة بقى الوصفات السهلة اللي هي بتكفي لشخص واحد، ان شاء الله هقدم لكم كده بقى لكل حبايبي اللي بيتابعوني كده من على التيك توك وصفات سهلة لحبايبنا العزاب والمغتربين، وانا تحت امركم في اي سؤال او استفسار. بعد بقى كده ما اتاكد ان الكاكاو اندمج كويس مع الدقيق، بضيف كده معلقتين كبار من الزيت، وبنفس المعلقة بقى اللي عايرت بيها الزيت هي اللي هعاير بيها المية. هضيف كده 5 معالق كبار من المية، وممكن نستبدل المية بحليب. في الوقت ده بقى كنت افتكرت ان انا لسه ما ضفتش السكر، يعني وانا بقلب كده بقى حسيت انها ناقصة حاجة، افتكرت بقى ان انا لسه ما ضفتش السكر. هضيف بقى معلقة كبيرة مليانة من السكر، وهقلب بقى كده لما السكر يدوب. وانا بقلب كده بقى هلاحظ قوام العجينة، اشوف هيحتاج معايا كمان مية ولا لا. واحنا بنقلب كده بقى ناخد بالنا نجيب كده اللي في الجوانب واللي في القاعد، والكلام ده بقى لحبايبنا الصغنطاطين اللي لسه مبتدئين، انما امهاتنا بقى شاطرين ربنا يحفظهم يا رب. هقلب بقى كويس واشوف قوام العجين هيحتاج معايا كمان مية قد ايه.
لقيت القوام تقيل معايا، ضفت كمان معلقة كبيرة من المية، وهقلب بقى لما معلقة المية كده تدوب مع كل المكونات. يبقى أنا كده ضفت 6 معالق كبار من المية، ومعلقتين من الزيت، ومعلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكيس من الفانيليا، ومعلقتين كبار من الدقيق، ومعلقة ممسوحة من الكاكاو الخام أو معلقة صغيرة، ومعلقتين كبار من الزيت. والطواجن دي بقى مش بس اقتصادية، وكمان سهلة بنسبة 100%، يقدر حد مبتدئ إنه ينفذها. في الوقت ده بقى كنت مولعة الفرن يسخن على درجة حرارة 200. هدخلها بقى الفرن، بمجرد ما بيعدي عليها 15 دقيقة بتكون استوت، طالعة هشة جدا بطريقة ما تتخيلها. هسيبها بقى كده لما تهدى وتبرد تماما، واقول لكم بقى هنعمل ايه. بعد كده بقى هنسقيها بالحليب، حليب يكون مبستر او الحليب البلدي. لو هنستخدم الحليب البلدي ياريت ان احنا نكون غاليينه من قبلها، ونسيبه خالص لما يهدى ويبرد تماما. وفي كل طاجن هضيف معلقتين كبار من الحليب، كلهم كده اخدوا نص كوباية من الحليب. كنت ضايفة لهم معلقة كبيرة من السكر، واركنهم بقى على جنب، ونحضر بقى مع بعض طبقة التزيين. في الاول كده ضفت كوباية الا ربع من الحليب المثلج، لازما يكون خارج من الفريزر وفيه كده قطع من التلج، وده العامل الاساسي في نجاح ونشاط الكريم شانتيه. وكوباية الا ربع من بودرة الكريم شانتيه، ومعلقتين كبار من السكر البودر علشان يدوب معايا كده بسرعة، لان لو حبيبات هيخرز معايا ومش هيدوب. يا ريت السكر اللي بنستخدمه يكون سكر بودر، وخصوصا لو هتستخدم المضرب اليدوي. يبقى انا ضفت لطبقة الكريم شانتيه كوباية الا ربع من الحليب المثلج، كوباية الا ربع من بودرة الكريم شانتيه، ومعلقتين كبار من السكر البودر. في الاول قلبتهم بالمعلقة، بعدين كده بقى ضربتهم بالمضرب اليدوي. لو عندك مضرب كهربائي بقى يفضل طبعا ويكون احسن، وهيريحك جدا. ولو ما عندكيش مضرب كهربائي تقدري تعمليهم في الخلاط. بس العامل الأساسي في نجاح الكريم شانتيه إن انت لو هتضيفي مية أو حليب لازم تكون مثلجة وفيها كده قطع من التلج. في الأول بضيف لكل طاجن معلقة كبير، بعد كده بقى بقسم باقي الكمية كده عليهم بالتساوي لحد ما بنتهي من الكمية كلها. وبظهر المعلقة كده بقى وتكون بلاها مية، وأساوي كده وشهم كويس. بس بصراحة بقى اللقطة دي بقى الكاميرا ما سجلتها، هتسويها كده كويس بظهر المعلقة وتكون بلاها مية. للتزيين بقى تقدري تزيني بالمتوفر عندك. انا كان عندي بقى هنا صوص شوكولاتة وصوص كريم كراميل، وعلشان بقى الجو كان حر، فمجرد ما انتهيت كده من التزيين كانت ساحت كلها كده على وشها من فوق. ممكن بقى نكتفي بصوص الشوكولاتة وصوص الكريم كراميل، وممكن نضيف لها كده بسكوت الشوكولاتة. هتدخليها بقى التلاجة حوالي نص ساعة، بعدين كده تقدميها للولاء، وتعيشي وتعملي لهم كل حاجة حلوة من ايدك يا ست الكل. بس انا بصراحة بعد ما خلصت تصوير فنشت الفيديو كده على طول، بعدين بقى دخلتها التلاجة بأبسط المقادير وأقل مكونات. عملتلكوا كيكة القافية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. ولو أول مرة تشوفوني، ده مطبخ ياسمين جنيه. سلام يا أجمل متابعين.